في بيوت الكفر في ناس مش بس بتتولد بعيدة عن الحق، دي بتتربى على كراهية الحق نفسه. تخيل بيت كل يوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيتشتم، القرآن بيتسفه، والصحابة بيتلعنوا، بيت كل ركن فيه معركة ضد الإسلام. وفي قلب الجحيم ده اتولد عكرمة ابن أبي جهل. بس استنى، ما تفكرش ان ده شخص عادي، ده ابن أكبر عدو للإسلام اللي كان نفسه يدفن النور للأبد، وفجأة ابنه هو اللي بيحمل راية النور دي بنفسه. ازاي وليه وايه اللي قلب الموازين؟ هات مخك وتعالى. عكرمة اتولد في قمة الهرم الجاهلي، بيته هو بيت ابو جهل عمرو بن هشام، اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماه فرعون هذه الامة. وده مش مجرد لقب ساخر، ابو جهل ما كانش بيكره الاسلام بس، ده كان بيكره نزول الحق نفسه، شايف في الوحي تهديد لسلطته، وفي محمد صلى الله عليه وسلم خطر على كبريائه، وفي الصحابة خيانة للأمة. تخيل بقى طفل بيكبر وسط كل ده، كل يوم بيسمع سب للنبي، وكل لحظة بيتزرع جواه كره للدين الجديد. مع الوقت العداء للإسلام بقى مش مجرد مشاعر، ده بقى عقيدة. عكرمة ما كانش مجرد ابن أبو جهل، ده كان قائد شجاع، فارس من أشجع فرسان قريش. لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته، عكرمة ما وقفش متفرج، دخل في المعارك من أول يوم. في بدر كان من قادة جيش قريش، والهدف كان واضح، إبادة المسلمين. في أحد جهز نفسه أكتر وشارك مشاركة مباشرة. في الخندق كان من اللي حاولوا يكسروا الحصار. وهنا السؤال العميق، هل عكرمة كان بيحارب عن اقتناع ولا مجرد امتداد لكره أبوه؟ هل ده كان اختيار واعي ولا تربية سامة حبسته جوه عقلية العداء؟ السؤال ده مهم جدا وهجاوبك عليه في آخر الفيديو. المهم يا صديقي، اللحظة اللي كان مستحيل حد يتخيلها من 8 سنين، النبي اللي اتطرد من مكة واتقال له اذهب فأنت مجنون، راجع النهاردة لنفس الأرض، بس مش راجع لوحده، راجع بجيش عمر ما كان حد يتوقع ان هو يرجع بالجيش ده. عدده 10,000 مسلم كلهم متوحدين، مفيش فيهم لا قبائل متنازعة ولا أحقاد ولا أطماع شخصية. جيش مش ماشي عشان غنائم، ده جيش إيمان، هدفه فتح مكة. وكانت الخطة عبقرية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش يتفرق لمجموعات تدخل من كل الجهات حوالين مكة، عشان قريش تشوف حجم الجيش وما تقدرش حتى تفكر بالمواجهة. وفعلا الهيبة سبقت الخطوات، الناس في مكة بدأت تسمع، وفي لحظات الكلمة انتشرت، النبي جاي ب10,000 رجل، اللي كانوا مطرودين مننا راجعين بقوة عمرنا ما شفناها. وفي قلب مكة الخوف بدأ يكسر كبرياء قريش، مش خوف من الموت، ده خوف من الحقيقة اللي بقت واضحة جدا. اللي كانوا بيقولوا عليه كاهن ومجنون وشاعر راجع دلوقتي بجيش منظم مؤمن وثابت. فحصل الانهيار، زعماء قريش بدأوا يهربوا، البعض راح يستسلم والبعض تراجع، والبعض زي عكرمة قرر يهرب ويكمل طريق العناد. قريش ما اتغلبتش في ساحة القتال، قريش اتغلبت جوه نفسها، اتغلبت لما شافت وعد ربنا بيتحقق قدام عينيها، لما ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عكرمة رفض يأسلم، هرب من مكة وراح لليمن هربان من الهزيمة وإنه يعترف إن الحق انتصر. هو طول عمره شايف نفسه ابن أبي جهل اللي كان بيقود قريش وبيواجه النبي في كل غزوة، شايل إرث تقيل جدا ومسجون في صورة رسمها له المجتمع، ابن القائد فارس قريش عدو الإسلام رقم 1. فقرر يهرب، وكانت وجهته اليمن، ماشي على الساحل وخلاص هيروح لليمن. لكن اللي ما كانش يعرفه إن في حد بيحبه وبيفكر في نجاته بصدق.
زوجته أم حكيم بنت الحارث أسلمت يوم فتح مكة، ولما عرفت إنه هرب ما وقفتش تتفرج، ركبت الدابة وخرجت فورا وراه. وأخيرا لقت عكرمة على الساحل قبل ما يركب أي سفينة، وقفت وقالت له: يا عكرمة، جئت أدعوك إلى الحق، إلى الإسلام، لقد استأمنت لك رسول الله وأمنك. ولما سمع الكلام ده وقف ساكت، فضل يفكر ده النبي اللي كان بيحاربه طول عمره بيبعت له الأمان؟ طب هو ازاي النبي بعت له الأمان؟ زوجة عكرمة قبل ما تروح لعكرمة راحت للنبي وهي شايلة بين ضلوعها أمل أخير، قالت: يا رسول الله، عكرمة جاي بس مش كعدو، جاي كتائب. وساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كلمة واحدة: هو آمن، بشريه. فبعد كده عكرمة لما مراته قالت له كده ان النبي بيبعت له الامان، ركب مع زوجته الدبة وراحوا للمدينة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من قلبه: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، استغفر لي كل عداواتي لك وكل موطن وقفت فيه ضدك. النبي رد عليه بكلمات جميلة: الإسلام يجب ما قبله، يعني كل اللي فات اتنسى. قصة عكرمة بتصرخ فينا وبتقول لنا ان احنا لازم نفوق. من اول يوم بعد الاسلام عكرمة قال: لن اترك موطنا فيه قتال في سبيل الله الا وكنت فيه. شارك في اليرموك مع خالد بن الوليد، ويومها قال: قاتلت رسول الله في كل موطن، افأفر منكم اليوم؟ ورمى نفسه في قلب المعركة، كان بيقول: اللهم تقبل توبتي واغفر لي ما فات. ومات شهيد. عكرمة ابن فرعون الأمة بقى فارس في سبيل الله وشهيد في معركة عظيمة. كم مرة وقفنا عند باب الحقيقة وقررنا نهرب بدل ما نفتحه. عكرمة فتح باب الحقيقة، والدور عليك تفتح الباب ده. كان معك الفاتح، فتحت لك باب العقل، والدور عليك تفتحه لحد تاني.